جلال حسن، يا جلال حسن، جلال حسن، جلال حسن، جلال حسن، جلال حسن، جلال حسن. شنو انت عبالك هاي المباريات بموسم واحد؟ لا حبيبي، هاي تصديات جلال حسن خلال 14 سنة ويا المنتخب. يعني العراق فيه 45 مليون واحد، ماكو غير جلال تجيبونه المنتخب. الرجال خمج بالمنتخب، صار طرشي بمسيرة جلال حسن ويا المنتخب. قاعد ينافس نوير اجى المنتخب 2010 وجلال حسن اجى 2014. نوير اللي عنده دوري ابطال وكأس عالم ودوري الماني، وجلال حسن شنو عنده؟ كأس خليج. كأس الخليج اللي ما حد معترف به. على شرط احنا ماكلين 3 اهداف، البطولة كلها 5 مباريات. شلون اكلت 3 اهداف في 5 مباريات؟ واهداف تضحك مو شو ما كان تهريج. الله وكيلك. هسه عاد الشقة ليش يجي المنتخب بائس؟ ملك الجليد تاكل خرا وتنشب. والله اذا ما طلع هاي التاج انت بايقي. كلاوتشي هذا والله اكبر ساحر شوفه. والله ما جبنا محلي وهذا ابن البلد ويلعب بالدوري العراقي، بس شنو لازم الغيرة عنده عالية. تطلع جنسيته، الاسم، العمر، الغيرة. لازم الغيرة تشع منه، لازم يخر غيرة. باص ما يعرف ينطي، يطلع حتى ما يعرف اساسيات. نجيب محترف من اوروبا وامريكا، لين شنو هذا عصر الاحتراف. نبني هجمة تيكي تاكا وحكي حاكا. يعطل الله وكيلك، يعطل بالنادي يسوي حركات ويسجل اهداف، يجي للمنتخب يصير معاق. كل الحركات اللي كان يسويها بالنادي ما تشتغل عندنا بالمنتخب. يظل يلف ويدور، تالي تنقطع منه وترجع هجمة مرتدة. وما احكي لك على الدفاع. يوبو خلي اشك ثوبي. اسمح لي اشك ثوبي، اسمح لي. لا اصبر خليني اسولف لك. هنا انا الاخ ما اعرف ابوه من. كان حكايه ضوجتني. يعني انت ابن اختك ما يشوفه، بس لمن اصير مشي وصير عشاير ما تعرف تربيه. لما رواح له لعب رواح لا تقمه اسكت. والحسين محترمك الخاطر ابو محمد، الله شاهد اكسر ظهرك. ابو محمد شنو جاب لي هذا قمص بالحكي؟ المدافعين رافعين راسنا، خشبات بالملعب. المهاجم يجي طاير، مدافعنا قاعد يدعي كون تطلع تسلل لان ما بيحل يركض. ومن تصير الطوبة إلنا عاد لازم نبني هجمة. تقدم المدافع ورجعها. شوف راح نبني هجمة ورجعها. عاد هسه لازم ورجعها. عمي انتو فاهمين الاستحواذ غلط، هذا استحواذ سلبي. دائما تنزل تشكيلة العراق 4 مدافعين لو 5 مدافعين، تيجي للمباراة مدافع واحد قاعد يصور الاهداف اللي تجي علينا. ما دام حكينا على التشكيلة، العراق المنتخب الوحيد اللي خطتهم دفاع وهجوم، ماكو شي بالنص، ماكو شي اسمه خط وسط. اذا تلعب ضد اسبانيا 2010 راح تدوخ من الاستحواذ والباصات، اذا تلعب ضد العراق هم راح تدوخ بس من الضحك. وصلت الطوبة للمدافع وشوتها للمهاجم، والمهاجم لازم يصعد ويسوي حركة ويسجل ونصعد لكأس العالم. مشكلته انا انطيتها الطوبة خلي يحير بيها. انا اريد اتزوج بس ماكو بنت. يعني السعودية كلها ما في بنت؟ ما ظل بنت يعني تريدني. تعال انطيك امي. لا والله لا. عمي مشكلة اللاعبين ما عندهم غيرة، وهذا مو شقة، لا صدق اللاعبين ما عندهم غيرة. اذا وزني زايد لازم انزله حتى اقدر اصد الطوبات، مو جاي العب كني حامل. مو صحيح يا جلال؟ اذا نزل مستواي ما اتشلب بالمركز بحجة جاي اخدم الوطن. مو صحيح على عدنان؟ اذا انا متصوب اخابر المدرب، الو شلونك؟ مو شغلك. متصوب وما اقدر العب. ولا تجي عمي اذا انت متصوب وما تدبرها لا تجي للمنتخب. مو تجي للمنتخب بتعرج المباراة كلها وما تقدر تركض. مو صحيح يا مهند علي؟ وهذا انتقاد مو بس للاعبين، اهم من مسؤولية الاتحاد اختيار اللاعبين الاحق، مو بالواسطات وبوس عمك وبوس خالك. عمي وخذها من عندي، العراق يصعد لكأس العالم من ديمبلي يفوز بالكرة الذهبية، او لا ديمبلي فاز بيها، قصدي من بنزيما يفوز حتى بنزيما فاز بيها. لا هذا هم فاز بيها والعراق ما صعد. انا اقول لك هاي شنو الابره؟ الابره ايه سد على البطاقه بالحسب الارقام الاحصائيات. ايه الحوت الازرق هو اكبر كائن على الكره الارضيه. زين. الحوت الازرق يدخل بهاي مال الابره ويطلع منه منتخبنا ما يوصل لكاس العالم 2026. هاي شنو جديده هاي قرارات. الحوت الازرق يدخل من هذا هو ويطلع منه. الحوت الازرق هو يطلع منه واحنا بنوصل لكاس العالم.